بص، انا مش عارف اوصل لك المعلومه ازاي، بس في كلام ان معلول ممكن يمشي. بص، هي ما فيهاش عاطفه وديت سنه الحياه والكل بيتغير. فلو الكابتن مارسيل كولر هو اللي قرر يمشي علي معلول، فاحنا ما عندناش مشكله خالص ان احنا نغير كولر ونجيب مدرب جديد. معلول مين اللي يمشي يا جدعان؟ ما تحترموا عقولنا. انا نفسي طلعت وقلت على معلول قبل كده ان هو يمشي لو هو اللي بيتشرط على الاهلي، بس في وقت زي ده لو انت قررت تبيع معلول او تفرط فيه يبقى انت كده اللي بتبيع ولادك، والاهلي عمره ما بيبيعش ولاد النادي، ومعلول بالنسبه لنا ابن النادي. الراجل عمل كل حاجه حرفيا، وكان السبب من الاسباب الرئيسيه اللي انت تكتب التاريخ اللي انت كتبته في الخمس سنين الاخيره. انا بالنسبه لي ما حدش يتشرط على الاداره، ولكن ده محمد هاني نفسه كمان بيتشرط. محمد هاني اللي بيتجوز دلوقتي واصحابه اصلا هم اللي عمالين يقولوا له انت هتعمل ايه في الجواز، زي ما بيوجهوه بيقولوا له انت هتعمل ايه في الملعب، ما بيعرفش يعمل اي حاجه. تيجي انت بسهوله كده عايز تفرط في علي معلول؟ ده علي معلول من 2020 لو كان راح اي عرض من العروض اللي جات له كان زمانه دلوقتي بقى في حته تانية ماديه. ده كان خد 5 اضعاف اللي بياخده في الاهلي، ولكن هو ضحى بكل ده على